بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بأفضل حال يا رب. طبعا اليوم تقريبا ثامن يوم رمضان، يعني بكرة 9، يعني خلصت العشرة الأوائل سبحان الله بسرعة من غير ما نحس بها. طبعا هذه أول طلبياتنا للعيد. أول شيء عطور، جبنا أول شيء صلاتنا العطور. إحنا آخر شيء طلبنا العطور، وأول شيء وصلنا العطور. أول شيء أمي جاء عطور، هي طلبت عطور من بلانكو. طبعا هذه العطور كلها في كذا مجموعة عطور لونها تركوازي تشوفونها بعد شوي. هذه اللي كانت دائما تطلبها بشكل مستمر عشان أخواني بالمدارس. هذه العطر طلبتها قبل كذا، أمي طلبتها قبل كذا، كان يعني حلوة، ريحتها مرة حلوة. صورت لكم إياها بواحد من الفيديوهات القديمة، تلاقونها بالفيديوهات القديمة. حتى نفس الشنطة هذه جتنا. المهم فأسعارها والله أنا ما أدري كم أسعارها بالضبط، لكن لو تبون مثلا العطر اللي أنا اشتريته اللي بعد هذا العطر، اللي هو عطر من شو اسمه، نسيت اسمه، لافيرن. عطور لافيرن، تقريبا سعره 200 وعليها يعني حول 300 يعني كذا، يعني يمكن 292 حاجة زي كذا، والله ماني متذكرة بالضبط سعره. لكن هذا أمي طالبته من بلانكو. طبعا هي دائما أمي دائما تطلب من بلانكو. طبعا ما أدري والله أسعارها بالضبط كم، يعني يمكن جايتني على الإيميل الأسعار، ما أدري، ما انتبهت لها. فهي جايبة طالبة 3 مجموعات. تقول يعني أنا صراحة أتعنى أطلب من بلانكو علشان ريحته حقت أطفال، مو حقت يعني شو اسمه، هي تحطها للمدارس، دائما تطلبها للمدارس. يعني كل مجرد ما يخلص تطلب للمدارس من جديد، فهي طلبتها للمدارس. هذه 3 مجموعات سويت، في منها ريحة حمضيات، وفي ريحة بودرة، والثالث اللي هي الروائح اللي هي تستخدمها يعني. أنا طلبت اللي طلبته، يعني تحسونه حقت سهرة، مو بحق مو بيومي يعني. بس يعني حلوة يعني. في واحد فيهم ريحته مرة حلوة، إن شاء الله برجع أطلبه من لافير، من المجموعة اللي أنا اشتريتها. في واحد فيهم ريحته حلوة، إن شاء الله ليتني وريتكم إياه. كذا ريحته قريب على حمضيات، يعني هذا أكثر شيء عجبني. أما الباقي راح أخليها يعني إذا كان عندنا مناسبة، عندنا طالعة كذا أتعطر فيه، لأنه ريحته قوية مرة، فاهمين اللي تجيكم ريحة عرس، مو بريحة بيت. وجاء معاه بخور، يعني كم قطعة بخور، بس البخور ذكرني ببخور عيدة. لو شميتوا بخور عيدة تعرفونه، نفس ريحة بخور عيدة، بخور لافيرن. 4 أو 5 حبات بالضبط، مو كثير يعني. المهم، وهذا العطور اللي أنا قلت لكم عليها، اللي أمي تجيبها لأخواني، اللون الزرقاء هذه، ريحتها حقت الأطفال، مي حقت الكبار صراحة. أنا صوتي اليوم مختفي بسبب شكلي مريض، شكلي راح أمرض، مو مريض، أنا شكلي راح أمرض لأنه الجو عندنا يوم حار ويوم بارد، يوم حار ويوم بارد. هذا هو طلبيتي من لافير. طبعا يعني تحسبون يعني أنا اللي فتحت له، طبعا مو أنا اللي فتحته، أخواني الصغار اللي فتحوه. يلا أهم شيء يستمتعون. طبعا والله هذه الأيام مرة مشغولة، مرة مجرد ما يخلص الفطور أرتاح شوي وأقوم أخلص أشغالي اللي علي. طبعا أنا شغالي مي بالقناة، لا، ولا بالبيت، بعيد عن البيت وبعيد عن القناة، يعني راح أفضى من بعد يوم 17 راح أكون خلصت كل شغلي اللي لي كم شهر مركز عليه. مرة مشغولة، وتقريبا مستقبلي موقف على هذا الشيء اللي أنا قاعدة أسويه الحين. المهم هذا هو شكله، شكله مرة حلو، مرة حتى روايحة حلوة. هنا بديت أحضر طاولة الطعام عشان إذا خلصت الفطور تكون جاهزة، مو كل يوم أنغث. بعد ما أخلص الفطور أجي أرتب الطاولة. طبعا ياخذ وقت ترتيب الطاولة، فقلت أرتبها من بدري علشان وقت ما أحط الفطور خلاص تكون جاهزة. خلاص بديت أجهز الطاولة وبس. أنا بالعادة أشتري منتج تقريبا سعره يعني غالي، أغلى من 5 ريال، ب11 يكون صغير بعد. فأنا اليوم اشتريت منتج، شايفينه، 5 ريال.
امي من الصبح تقول تمدح لي بالمواعين، تقول مواعين نظيفه، المواعين مدري وشو. قالت لي بعدين قلت لها انا حطيت صابون عادي وحطيت عليه من هذا المنتج اسمه فينيكس. لقيته بابو 5. امس يوم رحت اشتريت لقيته بابو 5. اذا عندكم غسالة مواعين اشتروا هذا المنتج، يهبل يخلي المواعين لمعة. أبوريكم بس هذا البدر خلاص كنت شاريته، قصدي كنت أحط فيه يعني أكل تحسونه كذا مبهت لونه، فحطيته في الغسالة وحطيت عليه هذا ملمع الغسالة الأطباق اللي هو فينيكس، والمواعين كلها تبرق، شايفين؟ فأمي عاجبة المنتج مرة، فقلت أبى أقول لكم عنه. هو ب5 ريال سعره، 500 ملي حجمه، وبريحة الليمون، يهبل أحلى من أبو 11 ونص هذاك. بس هذا كنت بقول لكم عنه. طبعا مواعيني كلها نظيف الحمد لله، بطلعها علشان بعد الفطور إن شاء الله أحط مواعين الفطور. مساء الخير، راح نسوي اليوم شاورما، فول، شوربة، إيش بعد؟ سمبوسة، سندوشتات يعني، بشاميل المريم أمي تقول. طبعا هنا بدينا نسوي سندوشتات اللي راح نحط الشاورما فيها. أول شيء حطينا كوب طحين أبيض و3 أكواب طحين أسمر، حليب، خميرة، بيكنج بودر، ملح، سكر، زيت زيتون، وموية دافية، موية يعني مو باردة، مايلة للحرارة كذا، وغطاء خل. خلاص بالغطاء تحطون خل. الخل زي شو اسمه هذا، محسن الخبز، يخلي العيش حلو. وكذا تقريبا بعد ما خلصت العجانة نقلناها في محل ثاني، صحن له غطاء، وحطيناه بالفرن عشان يخمر. يعني ما أخذت وقت طويل إلى خمرت، يعني قبل ما خلصت الحشوات. أوكي، الحشوات، أول حشوة حشوة اللحم، قطعت معكم اللحم، بعدين نقعتها بخل. المفروض تنقعونه بخل بس صافي كذا يعني، لكن أنا لا، حطيت يعني من عندي موية على كيفي، أنا حطيت موية حطيت موية، يعني حطيت موية وخل، وحطيت اللحمة فيه، وخليتها تنقع تقريبا نص ساعة كذا، عشان إيش على طول يعني تستوي اللحمة، ما تاخذ وقت على النار. خلاص بعدين بديت أسويها. طبعا تسوون طحينة بعد ما تخلصون هذا، سووا طحينة، تحطون طحينة فوقها خل وماء وملح وفلفل أسود، واخلطوها لين تصير لكم بيضة. حسيتوها ثقيلة زيدوها ماء واخلطوها زيادة. تحبون تضيفون لبن اضيفوا لبن عادي على طريقتكم بالطحينة. خلاص قطعت بصل، طماطم، فلفل رومي، بقدونس أو كزبرة أو شبت اللي انت حابة، ومع ثوم. خلاص أول شي تكشنين تحطين اللحمة إلين تبدأ تستوي، بعدين ضيفي لها كذا فنجان موية وخليها كمان تستوي زيادة. بعدين إيش تسوين؟ خذي البصل كشنيه، حطي عليه فلفل الرومي والثوم وقلبي شوي على النار. بعد كذا أضيفي عليه الطحينة وحطي عليه فنجان موية والبهارات، كل البهارات اللي انت تحبين تحطينها الشاورما. وأضيفي بعد 1 مربع ماجي المربعات ذا، أضيفي 1. أوكي، بعد كذا ملحيها عادي زي ما تحبين، يعني عدل الملح، حطي عليها ماجي إذا حبيت، ماجي أبيض، أجينوموتو اللي تبين يعني، وخلاص بخريها وكذا تكون جاهزة. حقة اللحم اللي هي شاورمة اللحم. شاورمة الدجاج أصلا أنا كنت متبلتها شاورمة الدجاج، فإيش اللي سويت؟ حطيت بس شلتها من الفريزر وحطيتها على النار، بعدين حطيت لها طماطم وكزبرة. هذه هي شاورمة اللحم. خلاص بعد كذا حطيت زي ما وريتكم الطحينة اللي سويتها، حطيتها عليها آخر شيء بعد ما طفيتها. طبعا حطيت الطماطم والكزبرة عشان ما تذبل مرة معايا، خليتها شوي على النار تتسبك مع الطحينة. بعد كذا إيش حطيت لها الطماطم والكزبرة وبخرتها، وبعدين رحت صليت، وبعدين رجعنا كملنا المعجنات، باقي المعجنات. أنا حاسة هذه الأيام الوقت بسرعة يجري والله،
يعني ما مداك تقومي من النوم، تخلصي الصلاة، تدخلي المطبخ، تخلصي، تقعدي في الليل، تحطي راسك شوي ترتاحين، تقومين ثاني مرة، يعني خلاص راح اليوم، راح دخلنا اليوم الجديد، وهكذا. يعني الأيام قاعدة تجري، يعني حتى إني ما حاسة نفسي ماني قاعدة أخلص اللي أنا قاعدة أشتغل فيه، عشان كذا حاسة الأيام قاعدة تجري. طبعا هذا هو بعد ما خلاص خليته يتسبك، وضفت له الطماطم والكزبرة أو الشبت أو البقدونس زي ما انتي حابة، وآخر شي تحطي الفحم عشان يتبخر. طبعا احنا نسوي قليل على قد الفطور، عشان ما يزيد الأكل، عشان احنا من النوع اللي نطبخ سحور، فعشان كذا ايش اسوي كمية مرة قليلة اللي تكفينا وقت الفطور فقط. وإذا زاد مثلا شيء يزيد، يعني خلاص أعرف إنهم راح ياكلوه فترة الليل، ما راح يعني ما يجي وقت السحور اللي هو خالص، يعني لأنه يكونوا خلاص ناموا هم، ويصحوا وقت السحور يكونوا خلاص جاعوا، وأحط لهم السحور يتسحروا. زي كذا وضعنا إحنا. الكمية نسويها، ويعني مثلا اليوم مثلا ماما سوت 6 سندوتشات من كل نوع، خلاص هذا تكفي للفطور. بعد كذا الزايد حطيناه في كيس بالفريزر، وقت نبى نسوي مرة ثانية نطلع نسخنه بالميكرويف، ونبدأ نصلح فيه له المعجنات مرة ثانية. اوكي. بعد يعني لما نزيد الأكل، كمية الأكل كذا أصلا يصير علينا إحنا تكلفة، صح ولا خطأ؟ يزيد الأكل ينكب في الزبالة، يعني وهذا أصلا من هدر النعمة. فنسوي الشيء يكفينا، لأنه هم وقت الفطور يأكلوا ترى نص سندويش، ما يأكلوا كثير، لأنه دوبهم فاطرين ما يأكلوا كثير. أكثر أكلهم يصير من بعد أذان العشاء لين الساعة 2 قبل لا يناموا، وخلاص يكون الساعة 2 يكون خلاص الأكل كله خالص. يجي أذان الفجر يكونوا خلاص هم ناموا قيدهم، يقوموا أذان الفجر يكونوا جيعانين، فخلاص يتسحروا. وكمان السحور عيش، شفتوا كاسة الشاهي، 5 كاسات شاهي أنقعها رز، وأسوي مثلا كبسة أو كبسة لحم، كبسة دجاج، على حسب اللي أشوفه أنا مثلا اليوم إيش بسوي له. مثلا الدجاجة نص دجاجة، ما أطبخ دجاجة كاملة، هذا زي كذا، فاهمين؟ نفس الطريقة هذه. وطبعا هنا ماما بدت إيش تصلح العجين، السندوتشات. أول شي سوينا سندوتشات اللحم، شاورما اللحم، بعدين سوينا سندوتشات شاورما الدجاج. جربوا هذه طريقة شاورما اللحم، ترى مرة حتعجبكم إذا أنتوا تحبون يعني الشاورما تسوون في البيت، هذه الطريقة مرة حتعجبكم. طبعا هي إحنا أصلا نفس كذا، لو تعرفون شاورما الجزيرة في جدة، نفس طعمها تقريبا. وهذه شاورما الدجاج. طبعا خلاص كذا عشان نخلص من الشاورما. بعد كذا طبعا أختي الصغيرة قالت لأمي إنها تبغى إيش، تبغى شاورما، تبغى بشاميلا. طبعا هنا بديت أسوي الكشنة حقت البشاميل. طبعا هذا البصل أو شيء أبدأ أكرمله شوية، تضيفون له ثوم إذا أنتم حابين تضيفون ثوم، وتنزلون عليه الدجاج. خلاص بعدين تحطون البهارات، الملح والطماطم. خلاص إذا أنتم حابينه بالطماطم، أو إذا ما أنتم حابينه بالطماطم تضيفون طماطم عادي مثل ما أنتم حابين يعني. طبعا إحنا عندنا شيء اسمه إعادة تدوير، نحب نسوي إعادة تدوير الأكل، ما نرميه. هذا تذكرون البروست اللي سويناه؟ طبعا كان فايض منه، حطيناه بالفريزر. أمي طلعته اليوم وقطعت الدجاج اللي فيه بس الدجاج، مو هو الجلد، بس الدجاج، وطحنت الدجاج، وإيش سوينا فيه بشاميل. إحنا من النوع اللي ما نرمي شيء، كل شيء نرجع نعيد تدويره لأنه حرام. أوكي. في عندنا مفروم، مو ما عندنا، موجود عندنا مفروم بس حرام يعني. هذا نعمة بعد، اللي عجبه، ما عجبه لا ياكل. خلاص هذا قانون عند أمي. طبعا حطينا الفلفل الأسود والبهارات اللي انتم حابينها. خلاص.
هذا ماجي، أنا آخذه بالكيلو من عند رياحين دمشق. ماجي الخضار آخذه بالكيلو من عند رياحين دمشق. أوكي. يعني بهروا اللي تحبون، حطوا البهارات اللي تبون زي كذا، فاهمين؟ بعد ما تخلصون بهارات طبعا تضيفون الطماطم. طبعا الطماطم إذا أنتم تبي تضيفون طماطم معلبة أو طماطم أنتم طاحين، أنتم كيفكم يعني اللي أنتم حابينه. أنا أضفت طماطم، إحنا يعني عندنا طماطم هذه العادية، بس ضفت لها دبس فليفلة. تبي تضيفون هذا شو اسمه صلصة، تقدرون تضيفون صلصة. طبعا أنا أحس إنه مثلا لو أضفت صلصة تجيب حرقان زيادة، بس أنا صراحة في صلصة صراحة يمدحونها، صلصة السعودية اللي تجيكي فيها خطين زرقة كذا، هذه يمدحونها يقولون ما تجيب حرقة. لا صراحة أنا عن نفسي ما جربتها. إحنا استبدلنا الصلصة بدبس الفليفلة. صراحة الصلصة بدبس الفليفلة ما في مقارنة أصلا يعني بين هذا وذي. خلاص هنا بديت إيش أرتب الصواني، أحط البشاميل أو شي بشاميل، بعدين مكرونة، بعدين بشاميل قصدي بعدين صلصة، بعدين حطيت آخر شي بشاميل آخر طبقة، يعني بشاميل بعدين مكرونة بعدين صلصة بعدين آخر شي بشاميل، وكذا يعني تقريبا خلاص خلصت البشاميل ودخلتها بالثلاجة. تبي تضيفون على وجهها بيضة تقدرون تضيفون، تبي تضيفون عليها جبن اللي تبون. خلاص طبعا أمي سوت مفروم اللحم، أنا سويت مفروم الدجاج. صراحة ما أدري وين كنت أصلا يوم سويت مفروم اللحم، جيت لقيتها مصلحته. وخلاص يعني كذا خلصنا البشاميل ودخلناها الفرن عشان أميز بين البشاميل الدجاج واللحم. حطيت على وجه اللحم سمسم، وكذا خلاص رتبت الطاولة زي ما انتم شايفين. و هنا بديت أرص الأكل. إذا وصلتوا لهنا لا تنسون تشتركون بالقناة إذا ما اشتركتوا، تفعلون زر الجرس، وتحطون لي لايك على الفيديو، تكتبوا لي بالكومنتات، أشوف كومنتاتكم وأرد عليها. وإذا عندكم أي أسئلة حابين تطرحونها اكتبوا لي بالكومنت وأرجع أقول أجاوب أسئلتكم. طبعا في واحدة قبل فترة كذا كانت سألتني أنت من وين؟ أنا من حايل، أنا أصلا من أهل حايل. وفي واحدة بعد سألتني كم عمرك؟ أنا عمري 32 أو 33 سنة، ما أدري زي كذا عمري 33، عمري 33 سنة. أنا خريجة جامعية وقاعدة أشتغل على هذا الشيء اللي لي فترة يعني أشتغل عليه، هذا الشيء التطوير المهني، تطوير يعني شهادتي المهنية. أوكي عشان كذا مشغولة في ذا الشيء. إيش بعد إيش حابين تعرفون عني؟ أنا الوالد دكتور، أوكي عشان يكون يعني بالصورة. أبوي دكتور، وأمي طبعا أمي أنا مسمية القناة باسم أمي اسمها فطوم، أنا ما اسمي فطوم، أنا اسمي نادين. أمي خريجة أطعمة غذائية. إيش حابين تعرفون عني أكثر اكتبوا لي بالكومنتات وأجاوبكم على كل كومنتاتكم إن شاء الله بإذن الله. وكذا وصلت لنهاية الفيديو، أشوفكم على خير فيديو ثاني، ومع السلامة.